الإجابة تحت عينيكم. ايه ده كلاود؟ احنا النهارده في الشيخ زايد وجايين نسأل الناس يعرفوا حاجة عن الذهب الأبيض ولا لأ؟ إيه هو الذهب الأبيض؟ سيلفر. دهب زي اي نوع دهب؟ حلو، في ذهب أبيض تحت عينيك دلوقتي. خلي بالك انا دكتور. طب ماشي فده الإجابة تحت عينيكم. ايه ده كلاود؟ مفيش فايدة. الذهب الأبيض عموما، سيبك من المعدن. دهب مطلي بالفضة. سيبك من المعدن. اللؤلؤ. القط. والله أول واحد يجيبها. أول. هل ده لوكال براند اللي أنت لابسه؟ لوكال براند. لابس لوكال براند. جدا طبعا جدا. ده لوكال براند. طيب هل دي معمولة من القطن ولا هذا؟ جزء منها الكبير معمول بالقطن وجزء مثلا ممكن يبقى فيه بوليستر او اي حاجه ثانيه. هم بيقولوا ان القطن المصري رقم 1 في العالم. تفتكروا ليه مش بنسمع عنه زي زمان؟ ايه مش تاني؟ بيستعملوه كتير مش دلوقتي. بنستعمله؟ سعره غلي. بالظبط، يمكن الزراعه ما بقتش زي الاول. ده سبب كبير. عشان خاطر بقى احنا دلوقتي بنمشي على يعني على الموضه. ان هو عشان يعمل بادجيتنج، راجل التاجر صاحب الحاجه اللي هيبيعها يعني، فبيحاول يميكس على اساس ان هو ايه يكسب اكتر. يغش بقى، ده يغش في التجاره. مفهوم. القطن المصري لسه بجوده عاليه بس مش مربح زي زمان. تكلفه زراعه المحصول القطن بقت عاليه، بذور، سماد، مبيدات وميه، فبالتالي المزارع بيفكر ان هو يزرع محصول تاني بيكسبه اكتر. زمان احنا كنا بنصدر القطن خام مش كمنتجات زي ملايات وهدوم، فبالتالي مكسبه بيبقى اقل. بس مؤخرا الحكومه بقت بتشجع انتاج القطن والاولويه للمصانع المحليه، واي فايض بنصدره. وكمان بقى في اهتمام بجوده بذور القطن ومحصول القطن. فيا شباب اللوكال براندز اعملوا لنا حاجه اوفر سايز قطن مصري بقى.